السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش البلدي وهنسويه على عين البوتاجاز على المصفى، واللهم بارك العيش كله ارتفع. انا عايزاكي بقى تجربي طريقة النهارده من غير مطرحة ومن غير فرن خالص، واللهم بارك العيش بجد بيطلع تحفة. يا ريت بس لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. انا الدقيق اللي انا هخبزه النهارده دقيق اسمر، يعني دقيق مدعم. نخلت الدقيق الاول وطلعت منه النخاله، بس اي دقيق موجود عندك في البيت هينفع تعمليه. يعني ينفع تعملي دقيق اسمر مع دقيق ابيض او تخبزي الدقيق الزيرو وحده، لان طريقه النهارده مفيش رح خالص. بعد كده بقى انا ضفت الخميره 10 جرام مع الدقيق، يعني معلقه كبيره، وضفت كمان ربع معلقه ملح وقلبت كويس، وبعد كده نزلت بالميه والميه كانت سخنه بسيط، يعني زي ده ملعقه. العيش اللي احنا بنسويه على المصفى النهارده بجد احلى من الفرن بكتير، لان العيش كله بيرتفع واستحاله ان الرغيف ما ينفخش معاكي. بس اهم حاجه هي خطوات العجين. انا عايزاكي بقى تعجني العجينه الاول على اليابس، وبعد كده تطري فيها واحده واحده. يعني انا في اول العجين نزلت بالميه لحد ما الدقيق اختفى، وبعد كده لتيتها على اليابس، وبعد كده بطري فيها واحده واحده. ظبطي العجينه وخليها عجينه كده في الوسط، يعني مش عجينه طريه قوي ولا يابسه قوي، عجينه كده في الوسط. بس عجينه العيش البلدي اللي احنا بنرحه على المطارح بتكون طريه شويه. العجينه النهارده مش عايزينها طريه، بس عايزين نخدمها علشان ما تغلبناش واحنا بنفردها، وكمان ما تتلزقش معانا وتاخد كميه نخاله او كميه دي اللي احنا بنفرد عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الميه بقى على حسب الدقيق اللي انت بتعجنيه، يعني لو عملتي نص كيلو تنزلي بالميه واحده واحده، لو عملتي كميه كبيره هتنزلي برضه بالميه واحده واحده لحد ما تظبطي العجينه. هنشتغل في العجينه على طول، مش هنسيبها تريح. انا هقطع الكميه كلها وهغطيها بكيس علشان ما تعملش معايا طبقه ناشفه. عملت القطعه كده قد الليمونه الوسط، بس على حسب ما انت عايزه بقى حجم الرغيف. يعني لو عايزاه اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. اهم حاجه بس نظبط القطعه ونقفلها كويس من تحت، علشان بس ايه، ونحطها في الدقيق علشان ما تلزقش معانا في الصينيه. وكمان ساعه ما نفرد الرغيف ونيجي نسويه ما نلاقوش يتفتح واحنا بنسويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت كمان واحنا قاعدين بنعمل كده نصلي على النبي. بجد صلاة النبي هتخلي معاكي الحاجة طالعة مظبوطة 100%. انا اي حاجة وانا بعملها بصلي على النبي، وكمان بقول لولادي هم قاعدين جنبي يصلوا على النبي، وبجد الحاجة بتطلع مظبوطة جدا. انا عايزاكي بقى تجربي عيش المصفى، بس تمشي على نفس خطوات العجين، العيش كله هيرتفع معاكي وهيطلع معاكي تحفة من غير بقى مطرحة ومن غير فرن. ولو انت قاعدة بقى في مصر او بره مصر ينفع تعملي يعني من غير مطرحة ومن غير فرن خالص. انا خلصت تقطيع كده، هغطيهم بقى بالكيس علشان ما ينشفش معايا، وبعد كده هشتغل على طول الفرد. الفرد بقى ينفع تفرديه بدقيق لو ما عندكش نخالة، ولو عندك نخالة هترشي نخالة وتفردي عليها. يعني اي حاجة موجودة عندك هتنفع تعمليه بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نيجي بقى الفرد الرغيف، اهم حاجه ما نفردش الرغيف من جنب وجنب، لا، يعني نخلي السمك واحد، ما يكونش جنب تخين وجنب رقيق علشان الرغيف كله يرتفع مره واحده. وكمان نخلي سمك الرغيف كده في الوسط، مش رقيق قوي ولا تخين قوي. ظبطي بس فرد الرغيف والعيش كله هيرتفع، واستحاله ان الرغيف ما يرتفعش معاكي خالص. انا عايزه اي واحده بتشوفني تقوم تجرب عيش المصفى حتى لو هتعمل نص كيلو. كل اللي جرب عيش المصفى وبفضل الله بيشكر في الطريقه. هي اهم حاجة بس ان احنا نظبط العجينة، ما نخليهاش عجينة طرية علشان كمان ما تتلزقش معانا على النشابة، وكمان تلاقيها خدت معاكي كمية نخالة، وتيجي بقى تسوي الرغيف تلاقي بقى الرغيف اتحرق. انا كمان جايبالك التسوية لحد الاخر، واخر رغيف انا سويته علشان اوريكي شكل المصفى، لانه مش شايل نخالة خالص علشان العجينة مظبوطة. يعني بنفرد بس على النخالة، والرغيف شايل حاجة بسيطة خالص، يعني كأننا كده رايحينه على المطرح. هتعجني العجينه مظبوطه، هتلاقي العجينه بقى ما خدتش معاكي نخاله كتيره من تحت، وكمان ما بتتلزقش معاكي، وكمان العيش كله هيرتفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو وصلت معايا لغايه كده يا ريت تدعميني بلايك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض. اهم حاجه في الفرد ان احنا ما نوسعش الرغيف قوي ونخليه سمكري. هو هتلاقيه ارتفع وكل حاجه، بس هينشف معاكي بعد السوا على طول. يعني نخلي السمك كده في الوسط علشان الرغيف يبقى سمكه تخين وما ينشفش معانا على طول. وكل اللي هنفرده بقى هنفرش ملاية عجين على طبلية او على ترابيزة، ونرصه جنب بعضيه علشان لسه هنسيبه يخمر. واهم حاجة الخمر، يعني ما نستعجلش عليه ونقوم نسويه. يعني هو في الصيف ما بياخدش وقت خالص، على ما بتخلصي بتسيبيه بقى نص ساعة، وبعد كده بتقومي تسويه. يعني في خلال كده ساعة بتكوني خبزتي كمية كبيرة من العيش البلدي،
وعلى المصفى، وكمان تسوية المصفى هتجربيها بنفسك وهتشوفيها احلى من الفرن بكتير. عيش المصفى سهل جدا وهينفع اي واحدة ما جابتش عيش النهاردة، وكمان حجمه كده زي بتاع الافران، يعني بجد لو نص كيلو دقيق هتعمليه وهيطلع معاكي تحفة. انا عايزاكي بقى تجربيه. بعد ما خلصت بقى الكمية كلها غطيتها وسبتها لما خمر نص ساعة بالظبط، قمت سويته. يعني في الصيف مش هياخد معاكي وقت خالص، بعد نص ساعة تقومي تسويه على طول. بس اهم حاجة هتاخدي الرغيف اللي انت بدأتي بيه في الاول علشان بيكون ارتفع. بعد كده حطيت بقى المصفى، اول ما سخنت انا وطيت النار خالص. اهم حاجة ان احنا نشمع الرغيف على نار هادية خالص علشان ما يتحرقش من بره، وبقية التسوية ما يكونش لسه استوى. يعني على نار هادية خالص هتاخدي احلى عيش بلدي، وكمان هيرتفع معاكي كله. ولو البوتاجاز عندك ناره حامية جامد اعملي على اصغر عين، علشان العيش ده بجد على نار هادية هتلاقي العيش كله هيرتفع. اما لو سويتيه على نار عالية هتلاقي المصفى عندك اتحرقت، وكمان الرغيف هيتحرق. بجد انا بقول لكم كل حاجة علشان يطلع معاكم مظبوط، انتوا كلكم كده اخواتي وحبايبي. ولو عندكم اي سؤال يا ريت تكتبولي برضو في التعليقات. العجينة المظبوطة هتلاقي بقى النتيجة في الاخر زي ما انتوا شايفينها كده، هيرتفع معاكي على طول، يعني الرغيف مليان هوا. تسوية المصفى سهلة جدا ومبتاخدش وقت خالص. ولو عاملة بقى كمية كبيرة يا ريت تحطي الطاسة على العين التانية، شمعي الرغيف وبعد كده كملي التسوية على المصفى. اما لو عاملة كيلو او 2 اعمليهم على المصفى عادي، يعني تقدري تعملي 10 كيلو بنفس الطريقة وتفرزيه ويبقى عندك عيش طري كل يوم بدل ما تشتري كل يوم. انا لو انبوبة الفرن خلصانة ولسه مغيرتهاش انا بعمل عيش المصفى على عين البوتاجاز على طول، لحد بس ما اغير الانبوبه واخبز بقى عيش البلدي اللي هو على المطارح. يعني عملت معاكم طريقتين، العيش البلدي بالمطارح، ولو عايزه تتعلميه طريقته برضو سهله وخطواته سهله. ولو عايزه بقى تعملي عيش المصفى، هو اسهل طريقه كمان تعملي عيش المصفى وانتي واقفه في المطبخ، يعني ما بياخدش وقت خالص. الطريقه بقى اللي تعجبك هتعملي بيها، بس اهم حاجه ان ما تعليش النار خالص. ادي المصفى يا جماعه شكلها من اول رغيف لحد اخر رغيف انا سويته، المصفى ما اتحرقتش خالص علشان العجينه مظبوطه ومش واخده معايا نخاله. اللي هيحرق معاكي المصفى النخاله اللي هتكون تحت الرغيف. يا ريت بعد ما بنخلص فرد كمان بنفض الرغيف من النخاله، وبعد كده بنشيله ونحطه بقى على الفرشه اللي احنا فرشينها علشان هنسيبه يخمر. ادي التسويه بقى المظبوطه. اللهم بارك، ريحه العيش البلدي ملت معايا المكان وبجد تحفه. والتسويه اللهم بارك مفيش ولا رغيف ما ارتفعش خالص، يعني العيش كله هيرتفع وكمان هيطلع معاكي بجد طالع تحفه. كل اللي بنسويه بنغطيه على طول بفوطه علشان ما ينشفش معانا من الهوا. انا علشان خاطر التصوير مش بغطي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ادي بقى كل الكميه اللي انا خبزتها النهارده، سمك الرغيف مظبوط، وكمان اللهم بارك تسويه من فوق ومن تحت تحفه، وكمان العيش طري يعني مش مجلد. وهفتح لكم كمان رغيف ونشوف سمكه من جوه، سمكه من فوق بقى زي من تحت، يعني مش منفض. العيش لو منفض هتلاقي بقى سمكه من فوق رقيق ومن تحت هيكون تخين قوي. ادي بقى شكل الكميه اللي احنا خبزناها. بتمنى بجد ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تطلعي حتى لو معلومه بسيطه. اتمنى بقى ان انت ما تنسانيش بلايك ولا اشتراك للقناه. استناني في